ايه ده؟ كل سنة وانتي طيبة يا أمي، بحبك يا أمي. عيد ميلاد مامتها دي ولا ايه؟ مش عارف. ايه ده؟ لأ بقى، هو كل الناس على الفيسبوك عيد ميلاد مامتهم النهاردة؟ مش معقولة يعني. ايه ده؟ لأ بقى، مش معقولة كل الناس كده يعني. هو النهاردة كام؟ ايه ده؟ النهاردة 20 مارس، يعني بكرة عيد الأم. ايه ده؟ ده كل الناس قاعدين يجيبوا هدايا لمامتهم ويقولوا لها كل سنة وانتي طيبة يا ماما وما اعرفش ايه. انا جاتلي فكرة. بقولك ايه، انا عايزاك في الموضوع. في حد اتعرض لك؟ في حد داسلك على طرف؟ طب في حد ضربك؟ انت كويسه؟ سليمه؟ في ايه يا ابني؟ انت مالك اوفر كده ليه؟ اساسا ما فيش حد يقدر يتعرض لي. نعم. لا طبعا، يضربوكي ونص كمان عشان انت بنت. ايه يعني بنت بس ب 100 راجل اعرف ادافع عن نفسي كويس. مفيش حد يقدر يضربني ومفيش حد يقدر يتعرض لي. لا يا حبيبتي، البنت ضعيفه وتتضرب بسرعه واي حد ممكن يضربها. انت اشرقت، اهدي، ما تتعصبيش، ما تتخانقيش مع كائن زي ده. النهارده يوم جميل وبعدين ده مش موضوعنا. ما تتخانقيش يا حبيبتي، ما تتخانقيش. على العموم ده مش موضوعنا. بص بقى بجد، انا عايزاك في موضوع مهم جدا. قولي. بص بقى، الموضوع يكمن في استراتيجية وموضوعية اسمعني. ايه يعني؟ هو انا اسمعك بعناية؟ ما انا سامعك اهو، ودني ناحيتك، ودني كده سامعك. قولي. طيب، المهم، الموضوع يكمن في استراتيجية وموضوعية هذا الموضوع، لأن الموضوع هذا إنساني. بصلي هنا. طفيت التلفزيون خلاص، اتفضلي قولي. الموضوع ده إنساني، يمس كل قلب إنسان، وله تأثير استراتيجي موضوعي لنا جميعا، وأنه يؤثر علينا لأنه هناك شخص في بيتنا هذا نريد نحن إسعاده، ونعيش نحن على رضاه وعلى فرحته بنا، ويجب أيضا أننا نفرحه ايه ده؟ انت رايح فين؟ تعالى، لسه ما كملتش. ما انا خلاص فهمت الموضوع. فهمت ايه؟ بس كمان اساسا لسه ما دخلتش في الموضوع ولا عرفتك هو ايه اساسا الموضوع. ما قلتيش الموضوع اساسا. والنبي تلاقيكي انت كمان اساسا مش فاهمه انت بتقولي ايه. اقعد بقى بجد، انا لسه ما كملتش والله، الموضوع مهم. خلاص، بس لو قعدت تخشي في الموضوع على طول. طيب ماشي خلاص، اخش في الموضوع على طول. اقعد بس. بص بقى ماما. مالها ماما؟ عيد الام بكره. عيد ام؟ ايه ده يعني ايه؟ ايه ده يا ابني؟ هو انت اول مره تسمع عن حاجه اسمها عيد ام؟ ايه ده؟ وفي حاجه كده اسمها كده اساسا؟ يا حبيبي، انت عمرك ما سمعت حد بيقول النهارده عيد الام، النهارده يوم الام؟ عمرك ما سمعت عن حاجه اسمها كده؟ طب عمرك ما جبت لماما هديه؟ واجيب هديه ليه انا اساسا؟ طبعا ليك حق، ما انت اساسا متعود ان انت تجيلك هدايا وتاخد هدايا، تاخد وتاخد، بس ما بتديش لحد ما اتعلمت جحود. خلاص مش موضوعنا. بص يا حبيبي، عيد الام ده بيبقى يوم كده في السنة اللي هو يوم 21 مارس. بنجيب هدية بقى لماما وكده، وبنقعد نخليها ترضى عننا بقى وكده، علشان عرفانا بمجهوداتها وتقديرا لمجهوداتها معانا. بص يا حبيبي، عايزة فلوس، ايدك على 100 جنيه. عايزة ايه؟ 100 جنيه؟
لا ان شاء الله. هو ايه اللي ليه؟ هنزل اجيب هديه، هنزل اجيب هديه ليك يعني، وهديه ليا، بس مش بال100 جنيه. انا طبعا ليا فلوسي هجيب بيها هديتي، بس يعني بدل ما انت تنزل وتتعب وتشتري انا هجيب لك يا سيدي، وبعدين على ذوقي عشان انا عارفه ان انت ذوقك زباله. لا مؤاخذه. لا مش هديكي 100 جنيه، مش هديكي فلوس اساسا. طب خلاص يا سيدي، لو انت مش واثق فيا خد انت فلوسي اشتري لي بيها هديه، وانزل انت كمان اشتري لنفسك هديه تديها لماما يعني. لا وبعدين انا هنزل اساسا واتعب نفسي ليه واشتري وكمان ليا وليكي؟ لا طبعا انا اساسا مش بشتري هدايا. ايه ده خلاص يا حبيبي، ما تشتريش حاجه، ما تعملش اي حاجه، وبراحتك بقى، ما تجيبلهاش هديه، ما تعملش اي حاجه، انت حر. انا حر. ايه ده؟ بعد اذنك. قوم امشي. مش عارفه ايه ده، ايه الاخ ده اللي ما بيثقش في اخته خالص ده، ولا عارف معنى يوم الام. غبي. انت حر. الهدية ايه؟ تصدق يا واد فعلا تجيب لماما هدية. دلوقتي العلاقة ما بين ماما واختي متوتر. وماما علاقتها معايا حلوة. دلوقتي لما اختي تروح تفتكر ماما وتجيب لها هدية في عيد الام، انا اللي علاقتي هتبقى متوترة مع ماما، وانا مش عايز كده. انا مش عايز كده. انا عايز علاقة اختي بماما تفضل طول عمرها متوترة كده. عشان انا اللي اخد كل حاجة. طيب يبقى امري لله بقى، لازم اجيب هدية وخلاص عشان ما تبقاش هي احسن مني. طلع الفلوس اللي معايا اجيب لها هدية صغيرة كده بس عشان اكون جبت لها الفلوس بتاعتي. Day 2. البس اللبس الجديد ده ولا بلاش؟ لا بلاش، مش هتشيك يعني شيك. كفايه ان انا جايب لها الهديه. ايه ده؟ انت اللي مطلعك؟ انت جبت هديه؟ يا سوسه كده برضو؟ مش من شويه كنت لا مش انا اللي اجيب الهديه، لا مش انا اللي اعمل، وفي الاخر انت تجيب هديه؟ جبت. ايه عندك مانع؟ وبعدين خش جوه اوضتك. اخش جوه؟ اخش جوه عشان انت تروح لماما وتدي لها الهديه، وتبقى انت اللي جبت لها الهديه الاول، مش كده؟ لا طبعا مش هخش جوه. وبعدين انا اسمع كلامك ليه اساسا؟ هو انت كنت مين يعني عشان اسمع كلامك؟ انا الراجل وبقولك خش جوه اوضتك. راجل على نفسك. راجل على نفسي؟ طب اما وريتك. على فكرة ماما أنا اللي جبتها الأول. ها؟ كداب والله يا ماما، أنا اللي جبتها الأول. أساسا هو ما كانش يعرف يعني إيه عيد أم. أنا اللي قلت له الفكرة، وقلت له إن هو يجيب هدية. والله أنا يا ماما. إيه يعني؟ لا بس أنا جبتها بفلوسي. بس على فكرة أنا جبتها قبل منك. لا بقى أنا اللي جبتها الأول. لا بقى بس بطلوا خداع. بس بطلوا خناق يا ولاد. مش مهم مين اللي جاب الهدية الأول ولا مين اللي جابها الأخير. المهم إن انتوا جبتولي هدية وافتكرتوني على الأقل في عيد الأم. والله العظيم يا ولاد دخلتكوا عليا كده وانتوا ماسكين الهدايا في ايديكوا عندي بالدنيا. ربنا يخليكوا ليا. اتفضلي يا ماما. اتفضلي يا ماما. تعالوا.
الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وكل ام طيبه. وعايزاكم كلكم دلوقتي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تروحوا وتبوسوا مامتكم وتقولوا لها كل سنه وانتي طيبه. ولو انتوا كنتوا جداد ولأول مرة بتشوفوا الفيديو بتاعي، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، تدوسوا على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تضغطوا على زرار الجرس اللي جنب كلمة سبسكرايب. وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سناب شات والفيسبوك وانستجرام وتويتر وميوزيكلي، كل اسماء هتكون على الشاشة. كمان اللينكات هحطها لكم تحت في الديسكربشن بوكس. احنا قربنا نوصل على 100,000، فعايزين نوصل ل 100,000 بأسرع وقت ممكن، لأنه خلاص ما فاضلش كتير يعني. فروحوا لكل الناس اللي انتوا تعرفوهم وقولوا لهم يعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا. وكمان لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك. خلينا نشوف هنوصل الفيديو ده كام لايك، وبجد انا تعبت فيه بصراحه يعني. فلو عجبكم اعملوا له لايك وبس. شكرا لكم جدا وشكرا للمشاهده ومع السلامه.